جون إدوارد لعبها صح، ضربة معلم، دخل 7 مليون جنيه من خزينة النادي الأهلي لخزينة نادي الزمالك. إزاي؟ النادي الأهلي كان عايز يشتري ياسين مرعي بقيمة 30 مليون جنيه، واللي ما يعرفوش ان نادي الزمالك ليه نسبة اعادة بيع في ياسين مرعي بحوالي 15%. بعد ما كان الاهلي عارض 30 مليون جنيه في الصفقة، جون إدوارد صدر للصفحات والمواقع إشاعات إن نادي الزمالك عنده النية إن هو يشتري اللاعب، وكالمعتاد الأهلي الأعلى سعرا أو لأعلى صفقة عرض 52 مليون جنيه على ياسين مرعي، فبالتالي أصبح نسبة نادي الزمالك 7 مليون جنيه من صفقة ياسين مرعي. ضربة معلم من جون إدوارد.